بعد ما توقعنا نتيجة كل ماتشات دور ال 16 ومين اللي هيكسب ومين اللي هيعدي للدور اللي بعده، ولو ما شفتش الفيديو ممكن ترجع تشوفه. بس انا دلوقتي جاي اكلمك عن حاجات مهمة واهم بكتير من التوقعات، الماتشات اللي هنتفرج عليها والماتشات اللي الصراحة هكرف لها، عشان ما تستنانيش اتكلم عن ماتشات معينة وهقول لك انهي ماتشات لازم تتفرج عليها. ما ايا كان بقى جاي معاها ايه لازم تتفرج. الماتش ده ممكن اتفرج عليه لو جاي لوحده، اي ماتش تاني جاي معاه ايا كان هو مين مش هتفرج الصراحة، لان الفرقة دي عاملة اداء كويس جدا تستاهل الناس تتفرج عليه. ناس كتير قوي متوقعة ان هم يعملوا مفاجأة ويوصلوا لبعيد. كده كده جماهير ريال مدريد وبرشلونه عندهم مبدأ ثابت، كده كده هيتفرجوا على ماتش ريال مدريد وكده كده هيتفرجوا على ماتش برشلونه، فاركنهم على جنب خالص. الماتش الوحيد اللي ممكن لو جه مع ماتش من الماتشين دول ريال مدريد وبرشلونه اتفرج على الماتشين في نفس الوقت هو ماتش باريس وتشيلسي. عايز تتفرج على متعه وارجع قول اخوك قال، وارجع للفيديو ده بعد الماتش ده بالتحديد اتفرج على العوده بين ليفربول وجالاتا سراي ايا كانت النتيجه في الذهاب ايه. ماتش العوده هيبقى ماتش عالمي اخيرا، ودي الحاجه اللي ممكن الناس تستغربها. وصدقني الماتش ده لو كان السنه اللي فاتت او السنه اللي قبلها او في اي سنه ما كان حدش كان هيتفرج عليه وكان هيبقى ماتش ممل، هو ماتش اتلتيكو وتوتنهام. السنه دي هيبقى غير، اتلتيكو بقت كورتهم احسن وهجوميه اكتر بكتير عن السنين اللي فاتت، بقى عندهم تدعيمات وصفقات كتير. وتوتنهام برضو بعد ما طردوا المدرب بتاعهم هيبتدوا يتحرروا ويلعبوا بقى بكل اريحيه. فالماتش ده هيبقى مفتوح وهيبقى فيه جوال كتير بالمناسبه. بس تقول لي انت ايه اكتر ماتش مستنيه؟